هنبدأ نتكلم الفيديو ده إن شاء الله عن بداية التطبيق العملي في كورس الدنتال موشن ديزاين. أول حاجة محتاجين نعرف إحنا محتاجين برامج إيه بالظبط علشان نبدأ شغل، ومحتاجين صور إيه علشان نبدأ شغل برضه بنفس الوقت. محتاجين نكون عندنا اكسس لبرامج ادوبي او اشتراك شهري في برامج ادوبي. محتاجين برنامج الادوبي فوتوشوب علشان نعمل اديت للصور بتاعتنا قبل ما نبدا شغل. محتاجين برنامج الادوبي افتر افكتس وده اللي هيكون عليه التحريك كله. ومحتاجين برنامج الادوبي بريمير وده اللي احنا هنعمل عليه الساوند افكتس او الساوند ديزاين الخاص بالفيديو بعد ما بنخلص التحريك بتاعه على برنامج الافتر افكتس. خلونا كده نبدا مع بعض سريعا في شرح واجهه برنامج افتر افكتس. احنا اول ما بنفتحه دي الواجهه اللي بتجيلنا اول ما بنفتح البرنامج، دي الواجهه اللي بتكون قدامنا. عندنا هنا نيو بروجكت او اوبن بروجكت. اوبن بروجكت دي بتخليك تفتح بروجكت انت اوريدي عامل له سيف او اشتغلت عليه قبل كده، وبيطلع لك هنا برده في القائمه دي البروجكتس القديمه اللي انت كنت شغال عليها، بحيث لو عايز انك تخش على بروجكت وتعمل تعديل لجزء معين. احنا هنا طبعا هنختار نيو بروجكت، وبعد كده بتكون دي الواجهه اللي عندنا. طيب محتاجين ايه تاني غير برنامج افتر افكتس او غير برامج ادوبي؟ محتاجين نستخدم الاي اي في شغلنا. هنستخدم الاي اي ليه؟ زي ما انتم شايفين دي صور الكيس اللي احنا هنشتغل عليها باذن الله. دي صوره افتر اكسترا اورال، ودي صوره بيفور اكسترا اورال، دي صوره بيفور انترا اورال، ودي صوره افتر انترا اورال. دي الاربع صور بس اللي احنا هنشتغل عليها باذن الله، وهنعمل منها فيديو شبه الفيديو ده بالظبط اللي احنا اتفرجنا عليه مع بعض في الفيديو اللي فات. هنعمل فيس للبيشنت. ازاي هنعمل فيس للبيشنت؟ هنعمله عن طريق الاي اي. يعني احنا عندنا صور الاسنان دي هنركب عليها كاركتر جديد احنا اللي هنعمل له ديزاين بالاي اي، بعد كده نبدا ان احنا نعمل الفيديو بتاعنا. طيب فزي ما قلت لكم احنا محتاجين يكون عندنا اكسس لموقع من مواقع الاي اي. انا هشتغل على موقع ماجنيفيك، ده الموقع اللي انا شغال عليه وعندي فيه اشتراك اوريدي. تقدروا تشتركوا في موقع اي اي خاص بيكم، اي موقع هتحبوا ان انتوا تشتركوا فيه عادي، الموضوع فيه اريحيه يعني. او تستخدموا موقع اي اي مجاني، ولكن انا ما برجحش فكره استخدام مواقع مجانيه علشان النتيجه بتاعتها بتكون ضعيفه نوعا ما. بس لو هنستخدم مواقع مجانيه فعندنا موقع زي فلو، وعندنا موقع زي ال ام ارينا، وهسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن ان شاء الله. فانا زي ما قلت لكم انا هستخدم موقع ماجنيفيك. خلونا كده نخش على واجهه افتر افكتس ونبدا ان احنا نشرح الواجهه دي، الشكل المعقد ده عايزين نبدا ان احنا نشرحه مع بعض ونبسطه مع بعض. احنا من شويه دوسنا نيو بروجكت، هنلاقي البرنامج بتاعنا متقسم ليه زي ورك سبيس او زي واجهات او زي بانلز كده متقسمه جوه البرنامج. والبانل اللي انا بدوس عليها بالماوس كليك شمال بتلاقوا ان هي متحدد عليها باللون الازرق. لو دوست هنا على في الحته دي الحته اللي احنا بنحط فيها الميديا بتاعتنا، البروجكت بانل، نبدا ان احنا نلاقي البروجكت بانل متحدد بالشكل الازرق ده. لو دوسنا هنا على الكومبوزيشن بانل او المكان اللي هيطلع لنا البريفيو بتاعنا او الفيديو بتاعنا، هنلاقي البريفيو متحدد بالشكل الازرق ده. لو دوسنا تحت عند التايم لاين، دوسنا كليك شمال مره واحده، هنلاقي ان التايم لاين اتحدد باللون الازرق. فاي بانل انا بختارها بتبدا ان هي تتحدد معايا باللون الازرق، وابدا ان انا اتحكم في نسب البانلز دي باريحيه. زي مثلا دلوقتي ده التايم لاين بتاعي، ببدا ان انا مثلا ارفعه لفوق انزله لتحت على شكل على حسب ما انا هكون مرتاح. مثلا بجيب الشكل ده لليمين شويه، لهنا شويه. هنا مثلا عندنا هنا البروبرتيز او الخواص بتاعه الصور بتاعتنا، عندنا هنا الاوديو، الافكتس بتاعتنا، الافكتات اللي انا بستخدمها جوه البرنامج. عندنا هنا شويه بلجنز او اضافات خارجيه بنبدا ان احنا نضيفها عشان تسهل لنا الشغل. فعايزين نبدا ان احنا ندخل الصور بتاعتنا او الميديا بتاعتنا جوه البرنامج. طيب علشان نبدا حاجه زي دي احنا محتاجين نكون منظمين من الاول خالص. انا هعلمكم من الاول خالص ازاي نكون منظمين، ودي الورك سبيس او ده الورك فلو اللي انتوا هتستخدموه على طول بعد كده. هنحدد اول حاجه البروجكت بانل، نحدد هنا. بعد كده ندوس كليك يمين ونختار نيو فولدر، وندوس كليك يمين تاني وندوس نيو فولدر، وكليك يمين تالت مره وندوس نيو فولدر. انا بعمل 3 فولدرز على حسب ما انتوا عايزين ترتبوا الميديا بتاعتكم رتبوها، انا بحتاج 3 فولدرز بس. اول فولدر هدوس عليه كليك شمال وهدوس انتر من الكيبورد وهسميه كومب اختصارا لكومبوزيشن. وتاني فولدر هدوس عليه وهدوس انتر وهدوس عليه داتا اختصارا للداتا اللي انا هدخلها. وتالت فولدر هدوس عليه كليك شمال وهدوس انتر وهدوس ادز لو انا هضيف مثلا اي عناصر خارجيه. وكده انا عملت الفولدرز الثلاثه بتوعي. حلو قوي كده. طيب احنا هنشرح يعني ايه كومبوزيشن، وهنشرح يعني ايه لايرز، ونشرح يعني ايه تايم لاين. كل ده هيجي بالتفصيل واحده واحده، احنا بناخد الحاجه زي درجات سلم بنطلع عليه وبناخده خطوه بخطوه. احنا عملنا الكومبوزيشن بتاعنا، هنبدا ان احنا نعمل الكومبوزيشن بتاعنا. هندوس على الكومبوزيشن كليك شمال مرتين، فهنلاحظ ان السهم شكله اتغير بقى نازل لتحت. هنقوم دايسين من الكيبورد كنترول ان، وهنحدد اسم الكومبوزيشن بتاعنا. هنحدد ده اسم البروجكت بتاعنا، هنسميه وليكن فري كورس. لو شغال مثلا مع دكتور معين هسمي البروجكت باسم الدكتور اللي انا شغال معاه، وهكذا. بعد كده هبدا ان انا اخد المقاسات بتاعه الفيديو بتاعي. يعني ايه المقاسات بتاعه الفيديو بتاعي؟ انا عندي السوشيال ميديا، انا الفيديو ده انا هنزله على السوشيال ميديا،
فالسوشيال ميديا على الانستجرام وعلى التيك توك احنا عارفين ان هي بتكون على شكل ريلز، وبتكون عارفين ان شكل الفيديو بيكون جاي بالطول، فعايزين نعرف ايه هي مقاسات الفيديو اللي بالطول ويكون الكواليتي بتاعته عباره عن ايه، او نعمله كواليتي كام. احنا السوشيال ميديا عندنا بتقبل كواليتي فول اتش دي، ما بتقبلش ال 4K، وبتقبل حاجه اسمها 30 فريم. يعني ايه 30 فريم؟ الكلام ده كله هنفهمه مع بعض قدام واحنا شغالين باذن الله. خلونا نعمل دلوقتي الكواليتي بتاعه الفيديو والمقاسات بتاعتنا. عايزينها الويدث يكون 1080، والهايت او الارتفاع يكون 1920، يعني كده الفيديو بتاعنا هيكون فول اتش دي. والفريم ريت دي عايزينها 30. يعني ايه 30 فريم ريت؟ احنا عندنا الفيديو بتاعنا، خلينا نفتح كده الفيديو مع بعض. الفيديو بتاعنا ده عباره عن صوره جنب صوره جنب صوره جنب صوره جنب صوره، كل الصور دي عملت لنا فيديو. طيب انا علشان اوصل للفيديو بالشكل ده محتاج يكون عندي صور تكون لي الفريمات بتاعتي او تكون لي الثواني بتاعتي. معنى كده ان انا مثلا علشان يعدي، شايفين العداد عندي الفيديو ده مثلا 29 ثانيه، لما بختار مثلا الفريم ريت بختاره 30 ثانيه او 30 فريم. معنى يعني ايه 30 فريم؟ معناه ان الثانيه الواحده فيها 30 صوره، فانا رصيت 30 صوره ورا بعض كونوا لي ثانيه من الفيديو بتاعي. ده معنى كلمه فريم ريت سريعا كده باختصار. وخلونا كده نوضحها مع بعض هنا برضو بشكل مفصل اكتر. لو دخلنا في جوجل وكتبنا فريم ريت هنلاقي الشكل معانا متقسم بالشكل ده. ادي الفريم ريت، الصوره ورا صوره ورا صوره بتكون لي الفيديو او بتكون لي السين بتاعي او بتكون لي المشهد بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. دي مثلا 24 فريم ريت، معنى كده ان انا عندي الثانيه بتاعتي متقسمه ل 24 صوره. 30 فريم ريت معنى كده ان الثانيه بتاعتي من الفيديو متقسمه ل 30 صوره. نجيب صوره زي دي برضو وفايدتها هنعرف فايدتها برضو دلوقتي. عندنا مثلا 15 فريم ريت، معنى كده ان الفيديو بتاعي الثانيه الواحده فيها 15 صوره. معنى كده ان الاوبجكت بتاعي او العنصر بتاعي لو بيتحرك بسرعه او لو في انيميشن او لو في تحريك كتير في المشهد بتاعي هتلاقي ان في هزه. ليه؟ لان عدد الصور مش كفايه، فعدد الصور مش كفايه والحركه بتاعه العنصر بتاعتي سريعه فبقى في هزه. طيب بتغلب على ده بان انا بزود عدد الصور، حطيت 30 فريم فالشخص بتاعي بيجري بس في صور كتير، فمعنى كده ان السرعه بتاعتي او الصور بتاعتي مكفيه السرعه بتاعه الشخص اللي بيتحرك. عندي مثلا 60 فريم. الموضوع ده عامه احنا مش محتاجين ان احنا نتعمق فيه قوي، مش محتاجين ان احنا نشرحه بالتفصيل قوي، بس انا بس بعرفكم معنى كلمه فريم ريت ده باختصار يعني بشكل كده سطحي. 60 فريم معنى كده ان انا عندي الثانيه الواحده من الفيديو، الثانيه الواحده فيها 60 صوره. معنى كده ان انا جبت الشخص ده صورته 60 صوره في ثانيه واحده، فلما يكون بيجري مش هيكون فيه هزه في المشهد زي ما كان واضح لما كان عندنا الفيديو عباره عن 15 فريم بير سكند. اف بي اس يعني فريم بير سكند، يعني فريم في الثانيه. احنا كده فهمنا يعني ايه فريم ريت. للسوشيال ميديا احنا محتاجين الفريم ريت تكون 30، فاحنا خلينا الفريم ريت 30، خلينا المقاسات بتاعتنا 1080 في 1920 يعني فول اتش دي، وهيكون كده بالطول. يعني الويدث بتاعي العرض بتاعي اقل من الارتفاع، الارتفاع لازم يكون اكتر لان احنا عارفين ان الفيديو بتاعنا بالطول. بعد كده هنختار كلمه ادفانسد دي، هنحدد منها الشاتر انجل هنخليها 360، وهنعرف ليه خليناها 360 بعدين برضو مع بعض. وال3 دي ريندر هنخليها كلاسيك 3 دي مؤقتا كده. بعد كده هندوس اوكي، فنلاحظ ان احنا اتضاف عندنا الشكل الجديد ده. خلينا ندوس كده مره ثانيه الكومبوزيشن، بندوس كنترول ان، نبدا ان احنا نحدد العناصر بتاعتنا زي ما انتم شايفين، نبدا ان احنا نكتب اسم الكومبوزيشن وكل حاجه. في حاجه انا نسيت اقولها بس من شويه، حته الباك جراوند كلر، بنختار الباك جراوند كلر لون اسود اللي هو 000. عايزين الهاشتاج ده او الصور او الهكس كلر ده يكون 000. تمام، 6 اصفار. وهندوس اوكي. خلينا ندوس كانسل، احنا اوريدي خلاص عملنا الكومبوزيشن بتاعنا. طيب دلوقتي احنا عايزين نسيف البروجكت بتاعنا. عايزين البروجكت بتاعنا ده نقدر ان احنا نوصل له بعد كده. نوصل له ازاي؟ عن طريق ان احنا بندوس كنترول اس من الكيبورد وهنعمل له سيف. هنعمل له سيف في الفولدر بتاعنا. ادي الفولدر بتاعنا بتاع الكيس بتاعتنا. انا جبت الفولدر اللي انا عايز اسيف البروجكت فيه وهبدا ان انا اسميه فري كورس. انا كده سيفت البروجكت بتاعي. لو دخلنا كده على الفايل بتاعنا هنا هنلاقي البروجكت بتاعي متسيف اهو. اقدر ان انا افتح البروجكت دايركت من هنا على طول وابدا ان انا اعدل التعديلات بتاعتي، بدل ما ابدا افتح واجهه البرنامج وابدا ان انا اعمل نيو بروجكت وابدا ان انا ادخل الصور واعمل الكومبوزيشن الجديد. لا خلاص، ادي الفايل بتاعي اهو جاهز. بعد كده نبدا ان احنا ندخل الصور بتاعتنا جوه البرنامج، وده باذن الله هنتكلم عنه في الفيديو الجاي على طول. نبدا ان احنا نشرح ازاي بندخل الميديا بتاعتنا جوه برنامج افتر افكتس، ونبدا ان احنا نتعرف على الواجهه بشكل افضل، نبدا ان احنا نتعرف على عناصر الصوره بشكل افضل، ونتعرف على الانيميشن والتحريك، ونعرف كل حاجه مع بعض تباعا باذن الله. كل ده هيكون مشروح في الفيديوهات اللي جايه بالتفصيل.